السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا يا أبطالنا النهاردة بإذنك يا رب نكمل الزيتون بتاعنا. طيب السؤال اللي عندنا بيقول My parents never allow space to the cinema during exams. والدي بابايا ومامتي مش بيسمحوا بالخروج أبدا في أيام الامتحانات. طيب أنسب إجابة هتبقى ing، هتبقى never allow going out أو going to the cinema. هما مش المبدأ نفسه مرفوض عندهم، مفيش خروج أساسا في أيام الامتحانات. اتفقنا؟ طيب having space the criminal was sent to prison. بعد ما المجرم اتقبض عليه تم إرساله للسجن أو الحبس. طيب having دي بعدها been والتصريف التالت لو الحاجة هي اللي اتعملت فيا، تمام. لكن لو قلت having والتصريف التالت بس معنى كده أنا اللي عملت الحاجة دي. يعني إيه؟ مش فاهم. لو قلت الإجابة دي having arrested معناها بعد ما أنا قبضت على حد، بس أنا ما قبضتش على حد، أنا اللي اتقبض عليا، دي passive مبني للمجهول. يبقى لازم بعد having been والتصريف التالت been arrested أنا اللي وقع عليا الفعل، أنا اللي تم القبض عليا. اتفقنا؟ مش أنا اللي قبضت على حد. هتبقى letter C، الإجابة C having been arrested. طيب بعد كده يا شباب she is the woman space we have heard so much. دي الست اللي احنا سمعنا عنها. طبعا اي حد ممكن يقول a woman ست يعني شخص، والشخص بياخد هو، بس الفكرة انا عندي here، ما تنساش وكلمة اللايك here والشير واستنى دايما الحلقة بعدها الجاية. about، فانا عندي ال here. فين ال about؟ يبقى she is the woman about whom اللي بخصوصها احنا اتكلمنا او اللي عنها احنا سمعنا. طيب بعد كده which one of the following sentences must end with the exclamation mark؟ ايه الجملة من الأربعة دول اللي ممكن تنتهي بعلامة تعجب؟ طيب أول واحدة what's your favorite view؟ ده question، ده سؤال عادي آخره question mark مش تعجب. how can you find this view برضو سؤال. how about و what about خدنا أشكال ال suggestion أو أشكال الاقتراح. الحاجة الوحيدة اللي تمشي what a lovely view، يا له من منظر رائع، عشان عندي what وبعدها adjective بعدها صفة، زي لما أقول what a fast car، يا لها من عربية سريعة. اتفقنا؟ يبقى الإجابة letter B، الإجابة التانية what وبعدين صفة وبعدين noun، فدي جملة تعجبية. بعدين يا شباب supporting sentences أو الجمل الداعمة اللي هي طبعا عارفينها، اللي بتبقى في البادي، بتبقى في النص لما بكتب paragraph أو essay included in space of the paragraph to reinforce the topic. بتبقى موجودة عشان تعزز وتدعم الموضوع بتاعي. بتبقى موجودة فين؟ طبعا بتبقى موجودة في وسط التوبيك أو في وسط الموضوع بتاعي. طيب يا شباب last but not least أخيرا وليس آخرا all of the following can be used to write a new line profile. كل ما يلي ممكن استخدمه عشان اكتب بروفايل او ملف وظيفي عن نفسي except. طيب كل ال choices او ال options دي، كل الخيارات دي خاصة بشغلي بإنجازاتي بطموحي في مجال ما. الحاجة الوحيدة ال irrelevant او ملهاش علاقة او ملهاش لازمة انها تذكر طبعا mutual friends and relatives. انا ملهاش لازمة ان انا اتكلم عن اصدقائي او قرايبي في انترفيو او فيما يخص الشغل